السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى رب ان الجميع يكون بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض ال11 بهار. انا كنت عامله البهارات دي كلها في فيديو مجمع، بس انا حبيت اخلي لك كل فيديو لوحده بحيث ان انت ايه تبقى فاهمه في تفاصيله اكتر، وفاهمه البهارات اللي احنا حاطينها او تشكيله البهارات اللي احنا حاطينها عباره عن ايه. بصي، ال11 بهار ده من البهارات المهمة جدا 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 في مطبخك. انت ممكن تخليهم 7، ممكن تخليهم 9، ممكن تخليهم 11، ممكن تخليهم 10 زي ما انت عايزة، ممكن تخليهم 6 زي ما انت عايزة. شوفي البهار اللي انت بتحبي تحطيه ايه حطيه، واللي مش عايزة تحطيه متحطيش، او اللي انت حابة تحطيه تطحنيه مع البهارات ديت حطيه. اللي انت مش حباه مثلا انا مش بحب مثلا ورق اللوري مطحون في البهارات عادي ممكن تحطيه صحيح، بس هو الافضل ان انت تطحني البهارات دي كلها مع بعض، بحيث ان احنا لما نيجي ناخد معلقه واحده بس او نص معلقه يبقى احنا حطينا كل البهارات فيها، منحتاجش حاجه تانية من بره. انا عايزه اقول لك ال11 بهار ده من اهم البهارات اللي هتلاقيها في مطبخك. طب احنا حطينا في ايه في ال11 بهارات ديت؟ كان حاطه بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيه ورق لوري، وحابين ان كاتبه كل المقادير على الشاشه تنزل لكم دلوقتي. حاطه ورق لوري وحاطه قرنفل، وحاطه فلفل اسود حب، وكزبره صيني، وزعتر، وجوز الطيب، وحاطه حبهان، وحاطه زر الورد، والكزبره الصيني دي من اهم حاجه في البهار، لان دي فعلا اللي بتدي الطعم والريحه القويه بتاعتها. وزر الورد ده خطير جدا 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 جدا. انا عايزه اقول لك يعني شويه الحاجات دي لما تجيبي من كل حاجه ب10 جنيه وتعمليهم هيعملوا معاكي كميه كبيره جدا، ممكن يكفيكي من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه والله الكميه دي، لان انت لما بتعملي الحاجات دي في البيت آه، بتبقى افضل من بره. ليه بقى؟ بيبقى اولا بتبقى الفريش، بتبقى ريحتها قويه جدا وفريش، وفي نفس الوقت خام. بتاعت يعني بهارات بره الجاهزه بيبقوا حاطين معاها مواد تانية، زي مثلا ايه، البقسماط، العيش مثلا يبقى مطحنه في مطحنه جامد، وبيزودوا بالبهارات وكده. فحتى لو ريحته نفاذه ما بيبقاش الريحه النفاذه القويه زي بتاعه البيت. فبهارات البيت بتبقى جميله جدا. فانا خدت التشكيله اللي انا جبتها دي كلها آه، حطيتها في طاسة، وعلى النار، على نار متوسطة، أقل من دقيقة، يعني حوالي ايه 30 ثانية، يدوبك بس ايه أشم ريحة البهارات، وبعد كده أطفي عليها فورا. تمام، أحمصها بس مجرد ان انا بطلع منها الرطوبة. أول ما أطلع منها الرطوبة وتهدى كده أخليها على جنب تهدى دقيقة كده، وأروح جاية واخداها بقى طحناها في المطحنة مش الكبة، لأن المطحنة هتطحنها معاكي أنعم. اطحنها جزء جزء، وبعد ما اطحنها اصفيها بمنخل او اصفيها بمصفى كده تكون اخرامها ضيقه جدا. المهم ايه، تبقى صفايه يعني، او صفية الدقيق اللي عندك، اي حاجه ايا كان. المهم ان انا بصفيها كويس جدا عشان خاطر تبقى ناعمه جدا معايا. ولو في اي تكتلات او اي بواقي حصى من البهارات اعمل فيها ايه، اطحنها تاني، وكل ما اطحنها اكتر فبتنعم اكتر. تمام. طيب انا هنا كده المطحنه عندي فكانت تقريبا باظت، فانا خدت ما جبت المطحنه التانية واشتغلت كملت بيها. طيب انا بقى ايه، طحنت كل البهارات اللي معايا كده وظبطت الحال. بصي عودي نفسك ان انا من ضمن الحاجات اللي بعملها في البيت برضو فلفل وكمون، دايما دايما اطحنهم في البيت. برضو زي ما بقولك دايما بيغشوا الفلفل والكمون بره، بيغشوه بطريقه، يعني عايزه اقولك هاتي شويه كمون ناعم من بره، واعملي انت شويه في البيت حصى وتحطيهم في المطحنه، شوفي الفرق. هتلاقي فرق في اللون وفي الشكل وفي الطعم وفي كل حاجه، لان هما بره فعلا حرفيا بيغشوا البهارات الا من رحم ربي. المهم طحنت بقى كل البهارات بتاعتي كده، بصي، وانخل اول باول، انخل لغايه لما اتاكد ان البهارات معايا بقت ناعمه جدا. كل ما يتبقى حاجه كده في الصفايه وانا شغاله اروح جايه واخداها طحناها، كل ما يتبقى حاجه اروح جايه واخداها ايه طحناها، لغايه لما تنعم معايا خالص. خلاص نعمت بقى بالمنظر ده، اروح جايه نازله بقى ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل بالزنجبيل، وهنزل بالقرفة. طبعا الجنزبيل لو انت حابة تحطيه معاهم اوكي، بس انا المطحنة عندي ما كانتش هتعرف تطحنه، الزنجبيل والقرفة مش هتعرف تطحنهم معايا. آه، عفوا.
هحط بقى معلقه كبيره كده قرفه، معلقه كبيره جنزبيل، وحوالي معلقه كبيره او معلقتين ملح. طب انت بتحطي الملح ليه على البهارات؟ بتحفظه، الملح بيحفظ البهارات، بيخليها بيحفظها من الرطوبة، وفي نفس الوقت بيحفظها ان هي ايه، لا قدر الله ميبقاش فيها متسوسش او تزود وحاجات من دي. خلاص احنا كده خلصناه. فبتحفظيه عندك بقى في برطمان، وتحطيه في باب التلاجة عندك، او تحطيه على الرف. بس الاحسن تاخدي الكمية اللي انت عايزاها بس بره على الرف معاكي، او مع البهارات، والباقي حطيه في التلاجة. وبكده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى ان انتي تكوني استفدتي منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.